السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيات. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نشكر البنات جداد اللي انضموا للقناة. الله يحفظكم البنات، يعني مادام انضميتوا للقناة ديالتي كيعجبكم المحتوى، نتمنى نكون على حسن الظن ديالكم ان شاء الله. الوغ البنات، فيديو جديد كيف ما كتشوفوا في الصورة، في الصور اللي حطيت لكم زدت لكم، غادي نوريكم طريقة باش تصبغوا الشعر ديالكم في البيت ديالكم في داركم بمواد طبيعية وباللوين اللي راقي ما شاء الله. الوين راقي يا البنات، كل وحده والذوق ديالها. هاد اللون اكاجو راقي ممكن انكم ديروه في البيت ديالكم بكل سهوله بمواد اللي عندنا، حويجات اللي عندنا ديجا في الدار. موجودين الحمد لله. الا كانت ناقصاكم شي حاجه تقدروا تاخذوها البنات من عند بالنسبه للبنات اللي في المغرب، انهم كيشوفوني بنات من المغرب ومن الجزائر. كاين هكا العطار يعني تاخذوا من عنده، او لا البنات ديال اوروبا. حويجات اللي تقدروا تاخذوا من امازون البنات، او ارومازون. ارومازون كيبيع حويجات طبيعيين. وما تنسوش البنات الا بغيتوا لي لينك ديال لي سيت منين كناخذ يعني حويجات طبيعيين، غير سالوني وانا غنحط لكم لي لينك. نبداو على بركه الله. كناخذوا البنات كسرونه هكا، كنضيفوا فيها 2 كيسان ديال الماء، ماء عادي ديال الروبينيه البنات. كنضيفوا 2 معالق ديال القهوه او نسكافيه البنات الا عندكم حتى هو ممكن تضيفوه. ملعقه ديال الكاكاو، حفينه ديال الكركديه، حفينه ديال قشور الرمان. صافي البنات كنوضعوهم فوق النار وكنخليوهم يغليو على نار هادئه. او ابار البنات كناخذوا شويه ديال الورد البلديه البنات، غير شويه البنات، ماشي بزاف. شويه ديال السدر البنات، والسدر راه ديجا درت عليه 2 ديال لي فيديو. المنافع اللي في السدر بالنسبه للشعر والذات. شويه ديال الخزامه. خزامه البنات راها معطره، فيها ريحه زوينه ومعقمه. معقمه البنات، كتعقم لا هي لا السدر، معقم الفروه ديال الشعر. وهذا البنات الريحان، شويه ديال الريحان. الوغ البنات هاد المكونات من الاحسن انكم تدفيوهم واحد شويه فوق النار. كيدفى واحد شويه باش كيسهلوا عليكم انكم تطحنوهم. صافي كتميكسيهم البنات هكا في ميكسور عادي، وكتحصلوا على هاد الغبره هادي. هذه هي لا باز باش غادي، يعني هذه منها البنات دوا الشعر ومنها صباغه. كنصفيو هذاك الشيء اللي حطيناه البنات فوق النار، كنصفيوه وكنخلطوا به هاد المكونات اللي طحنا. صدقوني البنات، عرفتي كتعطي واحد الريحه زوينه في الدار، واحد الريحه غزاله. يعني بهاد المكونات كاملين واحد الريحه زوينه. وتخيلوا شنو غادي من الريحه تكون لكم في الشعر ديالكم. وكنزيدوا البنات شويه ديال العكر الفاسي. حاولوا تاخذوه طبيعي يا البنات، حاولوا تاخذوا العكر الفاسي طبيعي، راه كاين بزاف المغشوش. هو كيساعد، هو الكركه ديال البنات كيساعد باش كيعطي داك اللون الاكاجو. صافي كنخلطوا المكونات ديالنا مزيان وكنخليوهم البنات يرتاحوا يخمروا البنات، باش دوك العناصر كيدخلوا يعني مع بعضياتهم، وكيطلق لينا داك اللون في يعني في هاد الخليط ديالنا. تيطلق مزيان. كنخليهم البنات واحد نص ساعه حتى لساعه كيرتاحوا، عاد كنبداو نابليكيو الشعر ديالنا. الطريقه ديال كيفاش نابليكو البنات، يعني بحال الشقوقه البنات كما كنقولوا حنا في المغرب، يعني بحال ملي كتبغيو ديروا الحنه لروسكم او السدر كيف ما كنت وريت لكم في الفيديو السابق. كتبداو من لي غاسينغ البنات، كتبداو من لي غاسينغ حيت هما اللي كيشدوا شويه ديال الوقت باش ياخذوا اللون.
كنبداو بهم عاد كنديرو على الطول ديال الشعر كامل. واحد النصيحة البنات، نصيحة مهمة، الا بغيتو يتبدل ليكم اللون، اي لون بغيتو ديروه البنات، هذه هي لا باز اللي عطيتكم انا، وكتزيدوا فيها نتوما. يعني المهم الا بغيتو مواد اخرى باش يعني بغيتو لوينات اخرين، غندير لكم فيديوهات ونعطيكم مواد اخرين باش تبدلوا هذاك الكركدي والعكر الفاسي باش تحصلوا على لوينات اخرين في الشعر ديالكم. قلت لكم البنات الا بغيتو تثبتوا اللون، ديما زيدوا واحد النقطه ديال الخل الطبيعي، خل التفاح البنات، زيدوه على الخليط كيثبت اللون. وبطبيعه الحال يعني يعني هاد الطريقه هذه كدار مره في السيمانه او مره في الشهر على حسب الشعر ديالكم نتوما. وقد ما درتوها البنات قد ما كيزيد يعطي داك اللون، كيزيد يثبت اللون في الشعر. اول مره البنات مني كتابليكيو على الشعر ديالكم، ما كتغسلوش بشامبوان، ما كديروش شامبوان باش كيثبت اللون في الشعر ديالكم. كتابليكو بحال الحنه البنات او السيدر كيف ما كنت درت لكم في الفيديوهات السابقه. كتابليكيو كتخليه واحد 2 ديال السوايع مينيمو، 2 ديال السوايع في الشعر ديالكم حتى ل 3 السوايع صافي، وكتغسلوه بدون شامبون بدون حتى شي حاجه. يعني اول استعمال، من بعد البنات يعني غسلوا عادي الشعر ديالكم. يعني هاد الصباغه هذه البنات تقدروا ديروها مره في السيمانه، 2 مرات في الشهر. نتوما يعني نتوما على حسب الاستطاعه ديالكم وعلى حسب الوقت ديالكم وعلى حسب اللون، يعني كيفاش بغيتوه يكون. لا بغيتوه يكون فونسي يعني ناصح بزاف، يعني كنصحكم ديروا مره في السيمانه. دوك 4 المرات في الشهر يعني غتحصلوا على واحد اللون زوين في الشعر ديالكم. وبهذه الطريقه البنات كنكونوا حصلنا على لوين زوين الشعر ديالنا، وفي نفس الوقت كداويو الفروه ديال الشعر ديالكم، كداويو الزغبه البنات، يعني كتصحاح درنا فيها مواد طبيعيه. والاهم من هادشي كامل ان كتستغناو على الصباغه الكيميائيه البنات اللي كتباع في المحلات، راها مضره البنات مع الوقت البنات. يعني ما كتبانش ليكم بالنسبه للبنات الصغار اللي يلاه كيبداو يصبغوا في الشعر ديالهم، راه مع الوقت البنات كضر كدير الله يستر المرض الخايب، كدير سرطان، كدير خايبه البنات. يعني اي حاجه اللي فيها مواد كيميائيه البنات راه مضره للصحه. وما بالكم الصباغه كنديروها على الفروه ديال الراس ديالنا، يعني الفروه ديالنا كتشرب داك الماده خايبه البنات صراحه. يعني لا لقيتو ايفيتوها من الاحسن، وديروا حاجه طبيعيه. حنا الطبيعي سبحان الله ولينا باغيين داكشي بالزربه، داكشي علاش كنلتجئوا ناخذوا صباغه هكا، صباغه ارتيفيسيال يعني ماشي حيت داكشي ديال الدار كيبغي شويه الوقت باش كتبان ريزولطا، ولكن كتحافظي على الصحه ديالتك. وصلنا للنهاية ديال الفيديو، نتمنى البنات نكون فتكم ولو بالقليل. وما تنساونيش البنات من التعليق ديالكم. البنات الجداد اللي كينضموا ما تنساوش تابوناو في القناة الى عجبكم المحتوى، وبارطاجيو الفيديو الاحباب والاصدقاء اللي تعرفوهم مهتمين بهذا الموضوع. ما تخليوهاش عندكم البنات، ومع السلامة إلى فيديو مقبل إن شاء الله.